البنت اللي حولت جوزها لأداة وفتحت أخطر شبكة سرية في مصر. كان كل اللي هاممها حاجتين بس: إن هي تمشي مزاجها وتتحكم في الكل، ومش فارق بقى معاها حلال ولا حرام ولا حتى كرامة الناس اللي حواليها. والأغرب من كده إن كل اللي كان بيتعامل معاها كان بيقتنع باللي هي بتقوله، وكان عندها وسيلة للإقناع رهيبة، واللي هي عملته يخلي الشيطان ذات نفسه يرفع لها القبعة. في 2024 وتحديدا في محافظة القليوبية في مصر كان في بنت اسمها نجوى، عندها 21 سنة. كانت عايشة في بيت عادي وسط أهل تقليديين ليهم العادات والتقاليد والدين، وده ما كانش عاجب نجوى. نجوى كانت عايزة الحرية، وكانت شايفة إن الحرية إن هي تعمل اللي هي عايزاه ومحدش يقول لها لأ. وكانت شايفة إن البيت ده سجن، وعايزة تخرج من البيت ده بأي طريقة. عايزة تشوف الحرية وتتعامل وتشوف الناس، حاسة إن هي مسجونة في بيت أهلها وعايزة تطلع من تحت سيطرة أهلها وتبقى حرة وتتعامل براحتها. فطبعا فكرت إن هي تتجوز عشان تطلع من الأهل والسيطرة والتحكمات، وتروح مع جوزها وتقدر هي تسيطر عليه. وكان تفكيرها كله منصب إن هي تختار واحد ضعيف الشخصية، واحد كده تقدر تمشيه يمين وتمشيه شمال، هي اللي تتحكم فيه، وهي كل ما تقول له على حاجة يقول لها حاضر. بالرغم من ان نجوى كانت جميلة جدا وجالها عرسان كتير عايزين يتقدموا لها وعايزين يتجوزوها، بس هي كانت بترفض. رغم ان العرسان دي كانت كويسة جدا وكانوا رجالة وكانوا ناس تمام، لكن هي ما كانتش عايزة كده، عايزة حد ضعيف الشخصية، حد هي تتحكم فيه عشان تفرض أسلوبها وطريقتها. المهم ظهر واحد اسمه محمود، شاب كده وعايز يتقدم لنجوى وعايز يتجوزها. والشخص ده ما فيهوش أي ميزة خالص. الميزة الوحيدة اللي فيه بالنسبة لنجوى إن هو ضعيف الشخصية، دي بالنسبة لها الميزة دي اللي كانت بتدور عليه. قالت بس محمود ده هو اللي أنا هقدر أسيطر عليه، شخص ما عندوش شخصية ويعتبر مش راجل، كلمة توديه وكلمة تجيبه. وقالت بس الشخص ده أنا هتجوزه. ووافقت فعلا على الجوازة، ونجوى طلبت من محمود إن هي تتجوز بره المحافظة بتاعتها القليوبية، تسافر بعيد وتعيش بعيد في حتة محدش عارفهم فيها خالص، تسافر القاهرة، تسافر اسكندرية، تسافر أي حتة تاني غير المحافظة اللي هم فيها. ومحمود ما كانش بيرفض لنجوى أي طلب، وقال لها ماشي. والاتنين سافروا على اسكندرية وأجروا شقة هناك عشان يعيشوا حياة جديدة بعيد عن الناس، ناس جديدة محدش عارفهم في المنطقة، وعشان كمان نجوى ترسم خطتها وتحاول تنفذها. وبعد أول شهرين جواز لقت إن محمود بيسمع كلامها في كل حاجة، ولقت الأمور ماشية تمام زي ما هي عايزة بالظبط، ونفذت كل حاجة ورتبت كل حاجة وحضرت الخطة في دماغها. فاضل بس إن هي تفتح محمود على الخطة اللي هي عايزة تعملها، واحدة واحدة تمهد له الموضوع عشان يوافق عليه. ونجوى كلمت محمود وقالت له احنا زهقانين، ما تيجي نعمل حاجة جديدة ونجرب حاجة جديدة. محمود مستغرب بيقول لها نجرب ايه او نعمل ايه؟ يعني عايزة تخرجي افسحك، عايزة حاجة زي كده؟ قالت له لا، عايزين نعمل حاجة جديدة كده، حاجة ايه يعني غير الناس اللي بتعملها، حاجة كده جديدة ما عملناش قبل كده، حاجة كده نحس بيها ان احنا عملنا حاجة جديدة وحاجة ممتعة. محمود مستغرب مش فاهم، قال لها طب انت عايزه ايه يا نجوى؟ قولي لي انت عايزه ايه وانا هعمل لك اللي انت عايزاه. نجوى قالت له في الوقت ده عايزين نجرب تجربه جديده وغريبه، وهي تبادل الازواج. انت لو شفت اي حد بيكلم حد في الموضوع ده هتشوف ان الراجل هيرفض، ممكن يطلق مراته وممكن كمان يقتلها. لكن محمود ده مش راجل، ما يعتبرش راجل. اول ما نجوى اقترحت عليه الحوار ده وقالت له احنا عايزين نعيش تجربه جديده ونجرب ونشوف حوار تبادل الازواج ده، وحسينا ان حياتنا ممله كده نجرب حاجه جديده، محمود وافق وقال لها انا موافق تمام. وحتى نجوى ما فضلتش تقنعه كتير، قالت له كلمتين ثلاثه لغايه لما اقتنع ووافق. يعني تفكير شياطين. وكل ده ونجوى عندها 21 سنه، يعني بنت صغيره يعتبر 21 سنه، جايبه كل التفكير والحاجات دي كلها منين؟ انا مش فاهم. المهم يعني محمود قال لها طيب انا وافقت ان احنا نعمل الحوار ده، هتجيبي منين راجل ومراته عشان نعمل معاهم الحوار ده ونبقى كلنا في شقة واحدة ونعمل تبادل ازواج؟ قالت له ما تقلقش، انا مخططه للحوار ده من بدري. وراحت كلمت واحدة صاحبتها وجت هي وجوزها، والاتنين نجوى ومحمود وصاحبتها وجوزها، جات لها الساعة 11 بالليل، قعدوا مع بعض لغاية تاني يوم الظهر، وعملوا علاقة كلهم مع بعض، وعملوا تبادل أزواج مع بعض. حاجة منتهى القرف. وفي الوقت ده نجوى كانت مبسوطة جدا إن هي جربت حاجة جديدة وحاجة غريبة ونفسها تجربها من زمان، وقالت أيوه هي دي الحرية، أنا عايز أعمل اللي أنا عايزاه.
محدش يقول لي لأ، محدش يقول لي حرام، عيب، دين، أهل، أنا عايز أعمل اللي أنا عايزاه. ومحمود يعني دلدول وراها، أي حاجة هي بتقول عليها هو معاها فيها ودايس معاها فيها، وقال لها أنا يعني كنت حاسس بمتعة والدنيا بقت حلوة وحسيت إن هي تجربة جديدة. فنجوى قالت له: إيه رأيك نجرب تاني؟ محمود قال لها: أنا موافق. بس نجوى في الوقت ده قالت له: إحنا لازم نجرب يبقى من حاجتين، متعة وفلوس. يعني اللي إحنا هنجيبهم ونعمل معاهم تبادل أزواج في الشقة ناخد منهم فلوس. محمود قال لها: فكرة حلوة، منها إن إحنا نتمتع ومنها إن إحنا يبقى معانا فلوس ونقدر نصرف، لأن أنا برضو الفلوس اللي معايا قربت تخلص ومش لاقي شغل في اسكندرية، فدي هتبقى مصلحة كويسة جدا. يعني الاتنين أحقر من بعض. واتفق محمود ونجوى إن هما يعملوا العلاقة ب5000 جنيه، يعني الراجل يجي هو ومراته ويقعد معاهم من 11 بالليل ل 11 الظهر ب5000 جنيه، وشرط إن اللي يجي يبقى راجل ومراته الاتنين متجوزين. ونجوى بقى بدأت في خطتها، عملت جروب على السوشيال ميديا للتعارف، جروب عادي ما فيهوش أي حاجة، الغرض بس إن هي تعرف الناس اللي داخلة دي ناس متحررة وناس فعلا عايزة تعمل كده، عايزة بس تعرف هم إيه ظروفهم. وأول ما يخشوا جروب على السوشيال ميديا ويلاقوا إن الناس دي تمام، ياخدوهم بعد ما يتأكدوا إن هم فعلا عايزين يعملوا الحوار ده، ياخدوهم ويدخلوهم جروب تاني. يعني نجوى كانت عاملة جروبين، جروب في الأول للتعارف وعشان تعرف دماغ الناس اللي داخلة الجروب وتعرف هل هم متحررين وهل هم هيوافقوا على الحوار ده ولا لأ. ولما تلاقي الناس دخلت في الجد والناس دي عايزة تعمل الحوار ده، تاخدهم على الجروب السري اللي هي عاملاه التاني. والجروب السري ده كان على تطبيق مشفر، وعاملة الجروب ده باسم عيون المها. وأول ما الزبون يجي لهم على الجروب المشفر ده بيبقى الدنيا خلاص تمام، هيتفقوا بس إن هم إيه، ياخدوا الفلوس ويتفقوا الميعاد هيجوا لهم إمتى واليوم، ويحددوا كل حاجة. والأمور مشيت مع محمود ونجوى، وكل يومين 3 ييجي لهم زبون جاي هو ومراته الساعة 11 بالليل، يدخل شقة محمود وينزل الساعة 11 الصبح. بعد ما يعملوا القذارة دي هما الأربعة، محمود ونجوى والزبون ومراته، يعملوا تبادل أزواج في الشقة. الأمور مشيت مع نجوى ومحمود وبدأوا يكسبوا حلو قوي، وبدأ ناس كتير تيجي لهم. بس الغريب هنا إن باب العمارة لاحظ. بواب العمارة بقى لما كان يكلم محمود أو نجوى كان فاهم إن في حاجة بتحصل غلط، في حاجة مش مظبوطة بتحصل. لما يجي يكلمهم محمود بدأ يديله فلوس ونجوى بدأت تديله فلوس، وكل ما يتكلم معاهم يديله فلوس عشان عايزين يسكتوه ومش عايزينه يتكلم خالص. وبواب العمارة ده كان عادي بالنسبة له، هتديني فلوس هسكت، بالرغم ان بواب العمارة ده عارف ان في حاجة شمال وفي حاجة مش مظبوطة بتحصل. شايف راجل وست داخلين الساعة 11 بالليل ويشوفهم تاني يوم الصبح الساعة 11 الصبح خارجين من العمارة، فكان شايف إن في حاجة مش مظبوطة وكان عارف إن في حاجة مش مظبوطة. بس نجوى ومحمود كانوا بيدوا له فلوس عشان يسكت وعشان ما يتكلمش وعشان إيه الأمور تمشي. وفضلت نجوى الشيطانة دي هي ومحمود الدلدول بتاعها ده شغالين في الحوار ده لمدة شهرين، وحققوا مكاسب كبيرة جدا. وكان يعدي يوم أو يومين ييجي لهم زبون، يوم أو يومين ييجي لهم زبون، هو ومراته. يعني اللي بييجي لهم أحقر منهم كمان. مباحث الإنترنت بقى ورجال الأمن لاحظوا إن في صفحة مشبوهة على السوشيال ميديا بتروج لتبادل الأزواج، وشافوا إن عليها إقبال كبير جدا، وشافوا إن الصفحة دي بتجذب ناس كتير وبتجذب زباين كتير عشان يعملوا القذارة دي. لكن في نفس الوقت رجال الأمن مش عارفين مين صاحب الصفحة دي، ومش عارفين العلاقات اللي بتتم فين، بس هم عارفين إن في حد عامل صفحة وفي حد بيعمل حاجة زي كده، بس مش عارفين مكانه فين. رجال الأمن فضلوا يبحثوا عن الموضوع ده وفضلوا يدوروا عن الموضوع ده، واللي سهل على رجال الأمن إن هم يعرفوا مين اللي بيعمل كده البواب بتاع العمارة. لأن البواب بتاع العمارة ده محمود ونجوى قالوا إن إحنا بنديله فلوس والبواب ده ما بيعملش حاجة. البواب قاعد ما بيعملش حاجة، بياخد مننا كل يوم حوالي مبلغ محترم وما بيعملش حاجة. فنجوى ومحمود بطلوا يديله فلوس، والبواب اتضايق، قال: إزاي يعني أنا شايف القذارة دي بتدخل وبتخرج وكمان انتوا مش بتديني فلوس وانا ساكت؟ البواب كان عايز ينتقم منهم وعايز اللي هو يعرفهم ان ازاي انا ساكت وانتوا بتعملوا حاجه زي كده. انا الاول كنت ساكت عشان انتوا بتدوني فلوس، لكن لما انا اطلب منكم فلوس وان انتوا تبطلوا تدوني فلوس، لا. فراح البواب على طول اسم الشرطه وبلغ عنهم. يعني البواب كمان حقير، كان ساكت بس عشان هم بيدوا فلوس،
بالرغم إن هو عارف إن هم بيعملوا حاجات مش تمام وشايف ناس طالعة وناس خارجة. أول ما بطلوا يدوا فلوس راح قرر إن هو ينتقم ويبلغ رجال الأمن، ورجال الأمن على طول ربطوا محمود ونجوى بالصفحة اللي معمولة على السوشيال ميديا، ولقوا كمان المدير بتاع الصفحة اللي معمولة على السوشيال ميديا اسمه محمود، فاتأكدوا إن فعلا ده محمود اللي عامل الصفحة على السوشيال ميديا. وكمان بدأوا يراقبوا العمارة ولاحظوا في 4 أيام جالهم زبونين، واحد ومراته يخشوا الساعة 11 بالليل وينزلوا تاني يوم الساعة 11 الصبح، مرتين في 4 أيام. فرجال الأمن اتأكدوا إن محمود ونجوى بيعملوا حاجة مش مظبوطة وفي حاجة بتتم زي تبادل الأزواج وحاجات زي كده. رجال الأمن على طول قبضوا على محمود وعلى نجوى، ولما ضغطوا عليهم اعترفوا وقالوا إن هم كمان صحاب، إن هم الجروب اللي اتعمل باسم عيون المها اللي معمول على تطبيق مشفر هم اللي عاملينه، والجروب التاني اللي يعني بيجيبوا فيه الزباين هم برضو اللي عاملينه. اعترفوا بكل حاجة، ومحمود قال إن هو كان بيسمع الكلام ونجوى هي اللي كانت بتخطط لكل حاجة. وكمان نجوى ومحمود اعترفوا إن البواب كان عارف إن هم بيعملوا كده وكان ساكت وما كانش بيتكلم، وكان شايف ان احنا بنعمل كده، واول ما احنا نبطل نديله فلوس اعترف وراح بلغ عننا. وعايزكم تتخيلوا ان كل الاحداث دي حصلت في شهرين بالظبط، وشهرين من جوازهم، ونجوى دي عندها 21 سنة وعملت كل المصايب دي، ومحمود اللي ما يعتبرش راجل كان بيسمع كلامها وماشي وراها في اي حاجة. واتحكم على محمود ونجوى كل واحد فيهم ب7 سنين سجن، اما البواب اتحكم عليه بسنة واحدة. المشكلة ان نجوى كانت ذكية جدا، بس استخدمت ذكائها ده في حاجات قذرة. ناس كتير نفسها تتحرر بس مش كل الحرية صح. نجوى كانت تقدر تكون ست محترمة وكويسة وناجحة، لكن مشيت ولا رغباتها وشهواتها.